هي العلامات الخطر في اي علاقات مش شرط مقصود بيها العلاقات العاطفيه، هي العلاقات عموما. في نوعيه من البشر كده بحسها مربكه جدا وموتره، وممكن نقعد كتير نبقى بنتواصل معاها كاصدقاء او زملاء واحنا مش واخدين بالنا من الصفه دي. الناس اللي دايما مش بتجاوبك على السؤال، هي بتدور دايما على اجابه ما تطلعهاش غلطانه، بتدور على اجابه تخليك دايما انت اللي حاسس بالذنب، بتدور كده على مخرج يخليك انت اللي عكيت الدنيا، لكن انه يديك اجابه واضحه صريحه على سؤال انت سالته ما تلاقيش ابدا. بعيدا يعني ان الناس دي اكيد كده ليها اسم في علم النفس، لكن بالبلدي كده هم ملوك اللف والدوران، ده حلاب كده ملوش ماسكه، ممكن يقعد في حوار معاك ما ينتهيش بس عمره ما يقول انا اسف. هو النوع ده من الناس بصراحه العيشه معاه مش صحيه بالمره، وبصراحه كمان بغض النظر خالص هو اسمه ايه النوع ده، بدل ما ندور على اسمه ندور على احنا حاسين ايه. انت لو حاسس انك مع شخص هو طول الوقت عامل لك ارباك ومخليك تفكر ازاي تطلع نفسك بريء من تهمه انت مش فاهم انت محطوط فيها ليه، فيا ريت تجري على طول. الحياه مش مستحمله ابدا نكون مع ناس بتضغطنا وبترهقنا وبتزود على اللي احنا شايلينه شيله تانية احنا مش فاهمينها من اصله. يا ريت الكلام ده دلوقتي لو جه كده وخلاك هتاخد قرار ونور لك لمبه، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان هو ممكن يفيد حد تاني يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.